مونديالات سابقة وإلى بالتأكيد أجيال لا يمكن نسيانها نشاهد في الصور لا شك بالتأكيد الأخضر بلومي ورابح ماجر وعنتر يحيى وبالتأكيد مجيد بقرة وأسماء أخرى نشاهدها في لافتات ترفعها الجزائر ومدرجات ملعب نيلسون مانديلا في محاولة إعادة هذا الجيل إلى ذكريات السابقين وإلى إنجازات المحاربين السابقة لكي يقولوا نريد بالتأكيد صورة أخرى ولافتة أخرى ومونديالا آخر ووصولا آخر إلى بطولات كأس العالم المقبلة بعد تأهل سابق في تاريخ المنتخب الجزائري. لم يعودوا قادرين على الغياب أكثر بعد الغياب عن النسخة الماضية من بطولة كأس العالم. صفرة حكم المباراة بارلاك تيسيميا ضربة البداية في شوط دراسي، كرة غينية عرضية، المتابعة، التصويب، لكن الكرة بتتحول والكرة بتتخلص. 3 دقائق مشاهدين متابعين مرت من زمن شوط المباراة الأول. أريد أن أتحدث مبكرا عن أمر مهم أخرى والفرصة تأتي والتصويب. الله الله الإفريقية المتأهل والمتصدر من المجموعة. يبدأ الحوار، آية نوري في التغطية لكن المرور يعود نوري عن من يقتربون من صدارة المجموعات التسع. كرة باتجاه الأولي، بمناسبة رسمية يدير فيها المنتخب الجزائري سيتأهل مباشرة. هناك 9 مجموعات نظام التصفيات في قارة إفريقيا، كل مجموعة تضم 6 منتخبات. شوف هذه الكرة والهفوة، لكن بعد ذلك ماندري اتجاه عطال عدى، عطال تقدم لكن الكرة فيها كان باتجاه قراسي الذي يتقدم فيها يحاول منطقة الجزاء. مهم جدا العرضيات أيضا، لكن الكرة المقطوعة والغيني اللي بدوره يحاول فيها في الجهة اليمنى، لكن الكرة بطول إلى ليون والكرة بترجع والكرة بتصل. بعض الثقة يبحثون عن الكرات العرضية الراسية، لكن هي تأتي الكرة تصل، التصويب. الله 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 الله، الكرة يتغير اتجاهها والكرة بتتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. كانت عن طريق اللاعبين. شوف هنا الصناعة بالغيني بعد مرور 20 دقيقة، الكرة العالية والعرضية الراسية الذي يبحث عن هدف وكرة في 18 عرضية غينية راسية. لاعبين الذين وصلوا سابقا إلى المونديال، والكرة التي تتحول مرة أخرى من عرضية. الله الله، لكن لا وجود للراسية. ياسين التصويب إلى خارج الملعب. كرة كانت عالية، عطال كنترول على طريقة محرز. شوف الكرة، شوف السيطرة، شوف العرضية. بعد ذلك هجومهم نشاهد ونتابع الكرة العرضية الراسية تبعدت الكرة وصلت إلى يوسف عطال والعرضية، لكن هذه النية للمنتخب الجزائري. مرور نصف ساعة، كيف سيكون الحل؟ العرضيات كلها تسمى يا بالرحمة. على ماذا تتفقون ما بين بالرحمة وابراهيمي؟ كرة تنفيذ الضربة الركنية لمصلحة المنتخب الغيني، يرسل له كرة عرضية عالية. الله الله، الكرة لو تصرف البينية. لماذا بالرحمة؟ لماذا؟ اترك سعيد، كان يمكن لجماهير كلان أن تكون سعيدة. شوف اللقطة، شوف الوان تو، أساسا هو اللي استلمها، هو اللي سوى التشيك اوت، هو اللي من الآخر، والكرة ثابتة تأتي والعرضية تأتي وماندريا يأتي لمص ماجر والأسماء الأخرى، ولكن الكرة بترجع في الجهة اليسرى. خطيرة غينية وتصويبة، كان يكون منتخب غينيا أيضا ممرا له. هذا الممر، هذه التصويبة، يبحث تصويبة كانت ضعيفة من جانب سعيد بالرحمة. شوف هذا الاستلام وهنا التصويبة، لكن كانت الله الله، لكن الكرة والمدافع، الكرة الخلفية عودة إلى الخلف لخلق المساحات. إبراهيم يتقدم، يا سلام يا ياسين، لكن التمريرة والآن المنتخب الجزائري يختارها يا بالرحمة. التصويب، الله الله، إنهم يصوبون يصوبون. ضربة ركنية، الفرصة بتضيع، الكرة للمنتخب الجزائري كانت. شوف اللقطة، شوف أمين يا آخر دقيقة يتقدم بنزية بكرة عرضية رأسية.
المباراة الأول لهذا اللقاء يا فلاديمير. لا تعود إلى الشوط الثاني. هنا في المجموعة السابعة الصافرة تأتي من حكم المباراة. تحيات مارا اللي بدورة بيرسل له كرة، يبحث عن التمريرة خطيرة والتصويب. الله، هدف غيني أول يأتي بعد 4 دقائق فقط في شوط المباراة الثاني، بعكس كل التوقعات هنا في ملعب نيلسون مانديلا. كانت عن طريق اللاعب مورولاي سيلا الذي بدأ الكرة والذي أكملها وسجل هدفا أولا. انظر إلى جماهير المنتخب الغيني السعيدة بتسجيل منتخب هذا الهدف، هذه الهفوة. شوف التصويبة، اصطدمت في المدافع. شوف المتابعة، شوف الكرة التي تأتي في شباك ماندريا تعقد مريرة. وهنا التعديل، وهنا بالرحمة. الله 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 الله، ستكملها بنفسك. كرة بالرحمة يجب أن تكتمل. الجزائر يعودون سريعا والمحاربون يتنفسون الصعداء. سجلوا التعادل، سجلوا التعادل. كرة بالرحمة لازم تكمل، ما لازم تضيع. الله على الاستلام، على الإنهاء، على الهروب. الكرة تنتظم، ستسجلها بنفسك في مرمى، لكنها تعود. ما زالت خطيرة. وصلت بعد ذلك. حذاري من جراسيوس متابعينا في حضور بنزيما الذي تواجد في التمرين، في حضور بغداد بونجاح الآن. ونشاهد سعيد بن رحمة. عمورة سيشارك، وسيشارك أيضا الليلة دياكيتي، إبراهيم دياكيتي. هتأخذ ممتاز نوري. عادت الكرة من جديد في الجهة اليسرى. التمريرات العالية، الاستلام. الآن الزيادة كرة بتصل أقصى اليسار، لكن الرأسية تبعد الكرة. التصويبة تأتي والكرة في شباك ماندريا. إنهم لا يصدقون ترك كمارا بهذه الصورة. 18 من خارج 18 يسجل ضربة ثانية للمنتخب الغيني في الوقت الذي كانوا يريدون وينتظرون هدفا آخر للمنتخب الجزائري. ماذا يحدث للمنتخب الجزائري في شوط المباراة الثاني؟ لماذا هذه الهفوات الدفاعية؟ لماذا ترك اللاعبين بهذه الصورة؟ شوف الكرة، شوف التصويبة، شوف اللقطة التي تذهب، شوف الكرة اللي تتهيأ بالمنتخب الجزائري. كرة بتصل باتجاه نوري. نوري وقف، نوري سيطر، نوري حاول، لكن الحفظ كان متوقع، كان متمركز. راسية الهداف بغدة أخرى اللي خرج بنزية واللاعب إبراهيمي، والكرة العرضية الرأسية. كيف سيكون التعادل في المرة الثانية؟ هل سيأتون؟ كادت وانتظار، نظرات وانتظار، لكن من أين ستأتي؟ هنا المرور، هنا المحاولة. تعادل بعد ذلك جزائري. عودة للتقدم مرة أخرى من جانبي المنتخب. المباراة الثابتة كانت واحدة من أهم الحلول. الآن العرضية الرأسية يا بغداد. التحولات وعلى مستوى تسجيل الأهداف في شوط المباراة الثاني، ومن خلالها يحاول الآن سابقة، لكن ما زال هناك أخضر، ما زال هناك أخضر. يحاول غويري من أمير إلى عطال، إلى عطال، إلى عمورة. حاول الاختراق دفاعات المنتخب. كأس العالم 2014 في البرازيل كان مليئاً بالأحداث المثيرة واللحظات التاريخية. إليك ملخصاً لأبرز الإحصائيات واللحظات في حوالي دقيقتين. البطل ألمانيا. فازت ألمانيا بالبطولة بعد تغلبها على الأرجنتين في المباراة النهائية بنتيجة 1-0. أقيمت المباراة النهائية في استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو. أبرز الفرق المشاركة: البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا، فرنسا، بلجيكا. المباراة النهائية: انتهت المباراة النهائية بهدف رائع من ماريو غوتزا في الدقيقة 13 بعد 100 من الوقت الإضافي، مما منح ألمانيا لقبها الرابع في تاريخ كأس العالم. الهدافون: جيمس رودريغيز من كولومبيا، كان هداف البطولة برصيد 6 أهداف. توماس مولر من ألمانيا سجل 5 أهداف. الأداء البارز: المنتخب الألماني قدم أداء مذهلا، خاصة في مباراة نصف النهائي ضد البرازيل، حيث حققوا فوزا تاريخيا بنتيجة 7-1. تألق جيمس رودريغيز الذي قاد كولومبيا للوصول إلى ربع النهائي بأداء فردي رائع. اللحظات الحاسمة: مباراة نصف النهائي بين ألمانيا والبرازيل كانت من أبرز لحظات البطولة، حيث سجلت ألمانيا 5 أهداف في أول 29 دقيقة.
هدف روبن فان بيرسي الطائر ضد إسبانيا كان من أجمل أهداف البطولة. المفاجآت: أداء كوستاريكا الرائع حيث وصلت إلى ربع النهائي بعد تصدرها مجموعتها التي ضمت إيطاليا، إنجلترا وأوروغواي. إقصاء إسبانيا حاملة اللقب من دور المجموعات بعد خسارتين متتاليتين. المدربون البارزون: يواخيم لوف ألمانيا الذي قاد فريقه لتحقيق اللقب، خوسيه بيكرمان كولومبيا الذي قاد فريقه إلى ربع النهائي بأداء مثير للإعجاب. كأس العالم 2014 كان حدثاً لا ينسى، شهد منافسات قوية وأداء مميزاً من عدة فرق ولاعبين، وانتهى بفوز مستحق لألمانيا بلقبها الرابع في تاريخ البطولة.